اليوم جيب لكم واحد المعلومه جديده محال تكونوا عارفينها. واش فراسكم ان هدف حكيم زياش في الدقيقه الرابعه ضد كندا في مونديال قطر غادي تسبب في فصل المعلق الرياضي التركي البير باكيرجيجان على المباشر من طرف اداره قنوات تي ار تي التركيه بتدخل مباشر من السلطات التركيه؟ علاش هادشي كامل في نظركم وقع؟ بعد توقيع زياش الهدف الاول، المعلق التركي قال بانه اسرع هدف في تاريخ كاس العالم هو من توقيع اللاعب التركي هاكان شوكار في الثانيه 11 ضد كوريا الجنوبيه في مونديال 2002. هذه المعلومه صحيحه 100%، لكنها اغضبت النظام التركي والسلطات التركيه وخلاتهم يتدخلوا ويتسبوا في اقاله المعلق على المباشر وعدم اكماله التعليق على المباراه، لأن النظام التركي يتهم هاكان شوكار بأنه مؤيد للانقلاب الذي وقع سنة 2016 وأنه ضد وحدة تركيا ويريد إسقاط النظام. وجهت له تهم ثقيلة جعلته يستقر في الولايات المتحدة الأمريكية ويشتغل كسائق ويخسر كل شيء داخل تركيا، وأصبح فقط ذكر اسم هذه الأسطورة الكروية داخل تركيا يعتبر بمثابة جريمة.